السلام عليكم واهلا بيكم حبايب قلبي بعد سنتين غياب. اللي يعرفني هيعرف اني بقالي اكتر من سنتين ما نزلتش اي حاجة على القناة بتاعتي. وده لان القناة اصلا انا كنت عاملاها كمحتوى علاجي. الاخصائي النفسي بتاعي نصحني ان اعمل اي حاجة بحبها، وده كان من اهم خطوات العلاج. اني اعمل اي حاجة بحبها. فأنا كنت بحب أعمل محتوى أفيد به الناس وأتكلم مع الناس، لأن حياتي في الحقيقة كانت عزلة. مع إني أبان قدام الناس اللي يعرفوني شخصيا معرفة شخصية، أنا اجتماعية جدا وودودة قوي ومتحدثة قوي، وما يبانش عليا أبدا إني مريضة اكتئاب ولا في عزلة. ولكن في الحقيقة هو الناس كلها اللي كانت بتحاوطني والقريبين مني ما يعرفوش أنا كنت بخرج إزاي. أنا كنت بخرج وأنا متضررة جدا ومش عايزة أخرج أبدا. كنت عايزة أبقى في عزلة، مش عايزة أشوف حد، مش عايزة حد يشوفني. اكتئاب مزمن، اكتئاب يعني بدرجة عالية جدا. صعب الاكتئاب، يا رب ما حدش يشوفه أبدا. وطبعا الاكتئاب ده مريت به بعد وفاة والدتي الله يرحمها. أنا من النوع اللي قلبي ضعيف قوي قوي قوي، من اللي هم بيقولوا عليه قلبي خصاية، ما بتحملش اي حاجة. وده عيب كبير قوي من اكبر عيوبي، ما بحبهوش فيا، لكن مش عارفة اصلحه. يعني يمكن مع الاستمرار في العلاج اقدر ان انا اصلح منه شوية. لكن قلبي ضعيف قوي 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 لدرجة كبيرة جدا، ودي حاجة انا ورثتها عن والدتي الله يرحمها. ما بقدرش اتحمل الصدمات، ضعيفة قوي. ممكن اي مشهد ما فيهوش اي حاجة في التلفزيون عيط جامد قوي يعني، واتأثر قوي قوي عاطفية لأبعد الحدود. فطبعا انا تعبت وطبعا مريض الاكتئاب محدش بيقدر يعمل له حاجة خالص. والدكتور بيقول لك كده، لازم انت تاخد بايد نفسك مع الدكتور. الدكتور لوحده مش هيعرف يعمل لك اي حاجة، ولا اي حد من حبايبك بيبقوا بيحبوك وهيموتوا عشانك ونفسهم يساعدوك وما بيقدروش. لو انت مش عايز، لو انت ما عندكش رغبة، لو انت فاقد الشغف. يعني اكتئاب يعني الحياة وقفت، يعني الدنيا انتهت بالنسبة للبني آدم ده. هو عايش لكن ميت، الحياة واقفة بالنسبة له. لأن أنا هي معاناة. بعد كده هبقى أحكي لكم عن التجربة بالظبط. لكن أنا فرحت جدا لما عملت القناة، وكانت شغلاني عن الأفكار السلبية اللي كنت بفكر فيها، وخدت مني وقتي وتفكيري، وكنت ببقى سعيدة جدا وانا بحضر هقول ايه، بحضر هعمل ايه، هتكلم عن ايه الموضوع اللي يهم الناس، الموضوع اللي يشغل تفكيري واعرف اتكلم فيه كويس واعرف انصح الناس فيه كويس. بجد كانت تجربة ناجحة بالنسبة لي كخطوة من خطوات علاجي. أنا كان أهم حاجة بالنسبة لي إني أتعالج، لأن كنت بشوف نفسي بموت، حرفيا كنت بموت. فطبعا أنا عملت القناة ما اتكلمتش عن أي حاجة من الحاجات دي خالص، لكن أنا بتكلم عنها دلوقتي بعد مرور أكتر من 3 سنين دلوقتي. يعني المفروض الكلام اللي بقوله دلوقتي كنت أقوله في بداية وأنا بعمل القناة، لكن ما قلتوش، ما حبيتش أشغل الناس بهموم أو أتكلم عن مأساة أو عن معاناة. أنا حبيت أقدم محتوى مفيد للناس، محتوى تعليمي، أنصح الطلبة، أنصح الناس عموما من خلال تجارب أنا مريت بيها. فكنت بدي للناس
خلاصة التجارب اللي أنا عشتها. كنت سعيدة جدا جدا بالتجربة، فعلا شغلتني وخدت اهتمامي، وكنت بفكر تفكير إيجابي. لكن بعد كده حصلت لي انتكاسة، حصلت لي ظروف كده فوقفت. ما كانش قصدي أوقف خالص، ان انا اقف في السنتين او اكتر من سنتين، لا، انا قلت على ما تعدي الظروف هوقف مثلا ممكن شهر ولا حاجة وارجع تاني. كانت ظروف اجتماعية هتمر وهبدأ تاني من جديد. لكن على ما بطلت شوية دول كان جاء بابا اتوفى الله يرحمه، فكانت صدمة أكبر من وفاة والدتي. لأن بابا الله يرحمه كان شخصية تستحق إن أنا أتكلم عنها باستفاضة. كان إنسان عظيم عظيم، بيتفانى في حب أولاده، وكان قريب مني لأبعد الحدود. كان هو الأخ والصديق والمستشار في كل أمور حياتي، والصاحب الصديق القريب جدا جدا مني. ما كانش فيه أي حاجة في حياتي ما بكلمهوش عنها، ما كانش فيه حاجة بخجل إن أقولها له. أنا بالنسبة لبابا الله يرحمه كنا شخص واحد، أنا كنت قريبة منه لأبعد الحدود. هو كان بيحبني وروحه فيا، أنا كنت بنته، أنا بنته الكبيرة وكبيرة إخواتي بيحبوني وهم حياتي أصلا. و يعني بقدرهم وبيقدروني. أنا كنت متعلقة ومرتبطة جدا ببابا الله يرحمه. كانت الصدمة دي بقى طبعا كسرتني ورجعتني تاني لحالة الاكتئاب اللي كنت فيها بعد وفاة والدتي الله يرحمها. انتكست انتكاسة أكبر بكتير قوي، محدش عارف يساعدني لأني ما كنتش عايزة، مش حابة. أنا كنت بشوف الناس بتضحك، بستغرب هما ازاي بيضحكوا على ايه اللي بيضحكهم، ايه اللي بيبسطهم. انا كان بالنسبة لي مفيش اي حاجة في حياتي ممكن تحصل وتبسطني، مع اني الحمد لله في حياتي نعم كتير 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 كتير، بس انا مش سعيدة، انا مش مبسوطة، مش حاسة، مش مستشعرة النعمة. وده حالة مريض الاكتئاب، لا مش بطر ولا اي حاجة، ولا قلة ايمان، ولا اي حاجة من اللي الناس بتقولها دي ابدا. انا قريبة من ربنا لأبعد الحدود، دايما مشغولة بالذكر، ودايما مشغولة بصلاتي، لا اترك فرد من صلاتي ابدا. حب ربنا مالي قلبي وكياني ووجداني. لكن مريض الاكتئاب زيه زي أي مرض في الدنيا، محتاج علاج. أنا كنت باخد علاج دوائي، مجرد مضادات اكتئاب، مهدئات، يعني مفيش حاجة كانت بتعمل معايا أي نتيجة، لأني انتكست انتكاسة صعبة جدا. فبدل ما كنت مقررة إن على ما الظروف الاجتماعية دي شهر وهيعدي وهرجع أتكلم مع الناس تاني، عشان أنا ما صدقت أخرج من صدمة وفاة والدتي وأبدأ أتعامل وأكون إيجابية بشكل ما، وأتكلم مع الناس من خلال التليفون وأحكي وأتكلم، وحاجة تشغل تفكيري غير الحزن، لأن أنا سبت نفسي للحزن لحد ما غرقت فيه. غرقت في الحزن، ونزلت المستنقع مش عارفة أطلع منه، مش عارفة أخرج منه. كل الناس اللي بتحبني وقفت جنبي وكانت بتساعدني بكل ما تملك من إرادة، لكن أنا مش عارفة أساعد نفسي. فانتكست انتكاسة كبيرة جدا بعد وفاة بابا.
بابا يعني متوفي بقاله دلوقتي يعني أنا بقالي أكتر من سنتين أهو، وهو متوفي بقاله برضو أكتر من سنتين. آه، يعني عايزة أعيش، عايزة أرجع لحياتي. لأني عايشة بالفعل، أنا بالفعل عايشة، فلازم أعيش أكمل حياتي، عشان حياتي لازم تستمر. أنا حياتي واقفة، أنا حياتي متدمرة، وزعلت كل حبايبي زعلانين عشاني، ولادي زعلانين عشاني مش عارفين يعملوا لي إيه. كل حبايبي، كل اللي بيحبوني مش عارفين يعملوا لي إيه. فأنا كمان أنا مش ميتة، أنا بالفعل عايشة. فحبيت إن أنا أحاول تاني أخرج للعالم تاني، وأتكلم معاكم تاني، وأخد بإيد نفسي تاني، وأبدأ من تاني، وأتكلم في مواضيع تشغل تفكيري تاني، ويكون تفكيري إيجابي، وأتواصل معاكم تاني. فيا رب يا رب أعرف وأقدر أكمل المشوار. وعايزاكم تكونوا قريبين مني وتساعدوني، وأي حاجة انتوا عايزيني أتكلم فيها يا ريت ترشحوها لي، تقترحوا عليا. وأنا هعيش معاكم التجربة بتاعتي كاملة، وهعيش معاكم ظروف حياتية خاصة بيا، وهديكم منها العبرة والخلاصة والتجربة. ودعواتكم ليا، ادعوا لي، وأنا كمان هدعي لكل حد وكل شخص يدخل يقول لي كلمة حلوة. واشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله. مع ألف سلامة.